مساء الخير. النهارده هنعمل غريبه، اخر حاجه في حاجات العيد ان شاء الله. عملنا ايه؟ هو الغريبه سهله جدا. بنجيب نص الدقيق سمنه نص السمنه سكر. ماشي، يعني عملت له كوبايه دقيق، كوبايه ونص سمنه، كوبايه الا ربع سكر، واللي عايز يضاعف المقدار براحته. الكوبايه اللي انا بقيس بيها المقادير دي والثلاث مقادير نفس الكوبايه، او المجة او كوبايه معياريه، اي حاجه عندك. بضرب السمنه شويه، هي السمنه مش زبده، وبعد كده بضيف السكر عليها، بفضل اضرب لحد ما يبقى لونهم فاتح زي الكريمه بالظبط، زي الخطوات البيتيفور كده. بس الفرق ان هنا انا عاملاها بالسمنه مش بالزبده، عكس البيتيفور. بصوا لونها فتح، بقت جميله ازاي، بقت عامله زي الايه، زي الكريمه. ابتدي انزل الجوانب بتاعتي بالاسباتيولا عشان اضمن ان كل الخليط كله اتمزج مع بعضه. بعد كده هتيجي خطوه ايه، خطوه الدقيق. انا كده تمام. طبعا سايحه السمنه، بس مش مشكله، ممكن اشيلها في التلاجة شويه عادي، هي مش هتفرق. اضيف الدقيق، طبعا لازم انخله الاول، انا نخله مره بس بتاكد تاني، وكمان عشان ميبقاش فيه اي تكتلات، ويكون الهواء دخل في الدقيق، وتكون الحاجه خفيفه وهشه. انخل كوبايه كوبايه، وبعد كده هبتدي اقلب. انا بقلب بس يا دوبك يتجانس، مش بعجن. تمام، فبقلب. طبعا انا ما اضيفش لا بيكنج باودر ولا اي حاجه هنا، ولا بيض ولا اي شيء، وبس الدقيق والسمنه والسكر. هبتدي اقلب، وبعد كده اضيف بقيه الدقيق بتاعي. في الدقيق على حسب نوع السمنه، ممكن الدقيق هنا ياخد كل المقدار اللي انا حطاه، والسمنه تاخد كل مقدار الدقيق. ممكن ازود امتى؟ لو لقيت ان العجينه لازقه في ايدي، بتلزق، مش خدت الدقيق كله بس لسه بتلزق، فهضيف يا دوبك بس معلقتين 3 دقيق او ربع كوبايه على حسب الدقيق بتاعي ونوعه. ممكن الدقيق ما ياخدش كل كميه الايه الدقيق، عشان كده لما اجي احط الدقيق ما اخلي حوالي ربع كوبايه في الاخر، ما اضيفهاش لحد ما اقلب كل الدقيق واشوف هل هو محتاج ولا مش محتاج احط بقيه المقدار. انا بقلب، طبعا حطيت كل الدقيق، لقيت لسه العجينه ملزقه زي ما انتم شايفين في ايديا، يبقى كده محتاجه دقيق، حبه دقيق بسيطه تاني. انا حطيت، ضفت ربع كوبايه مش اكتر. بص، قلبتها خلاص، الدقيق كويس انا ضفته، وبعد كده بختبرها بايدي، بدورها دايره الاقيها مظبوطه تمام مية مية، ولا بتلزق في ايدي ولا اي شيء، ولا فيها تشققات. انا خدت يعني حوالي 3 4 معالق كده، وحطيت عليهم ايه ربع معلقه كاكاو بسيطه عشان احطها فوقها، او اللولي، يعني لولي او ده، او ممكن تعمليها ساده، يعني الغريبه ممكن تكون ساده، او تحطي فيها لولي، تحطي فيها مكسرات، الحل اللي انت حباها براحتك جدا، ده راجع ليك انتي او حسب ميزانيتك. انا بكورها صغنن، بحب الصغنن انا، مش كبيره، عشان القريبه تبقى اصلا تقيله عشان ما فيها سمنه كتير، فبحطها كور صغننه على قد المقدار بتاعي، طبعا كل بقد بعضه. وبعد كده هبتدي بعد ما اخلص هضيف بقى اللولي او حبات اللي انا عملتها بالكاكاو الصغننه فوقيها بالشكل ده. واحنا قلنا زي ما احنا قلنا عايزين ممكن تجيبها ساده خالص، تبقى قريبه ساده، هي كده بتبقى طعمها لذيذ من غير اي اضافات خالص. بس بعد كده هبتدي بقى الفرن يكون عندي شغال قبل ما ادخلها الفرن بشويه، نار متوسطه يا دوبك بس تاخد لون بسيط جدا. اهي الغريبه بتاعتي بعد ما خلصتها الحمد لله. هبتدي انا اضيفها، هي ما خدتش مني وقت خالص في العمل والسوا، والله خفيفه قوي اهي شكلها. بصوا بعد ما خرجت متاخدش وقت، هو بس انا احطها شويه واسيبها وابص عليها عشان ما تلسعش مني كتير. بعد ما خرجت خالص مية مية كده، اسيبها لما تهدى خالص، وبعد كده بقى اشيلها عندي. ده شكلها النهائي. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا. وبالهنا والشفا، ما نكترش في اكل الحاجات بتاعه العيد يا جماعه. طبعا انا فضل عندي حبه كاكاو، عملتهم منهم واحده طعمها جميل جدا على فكره. كل سنه وانتم طيبين، نتقابل ان شاء الله في فيديوهات جديده، وعيد سعيد علينا جميعا. السلام عليكم.